السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضّر معاكم واحد المورقات اللي كيجيو غزالين بزاف، كيجيو مقرمشين، مورقين بأسهل طريقة، اقتصاديين بزاف، وواحد الحشوة ما نعاود ليكم شحال بنينة وشحال كتجي هائلة بزاف. ضروري أنكم تتابعوا الفيديو الأخير باش تعرفوا على المكونات والطريقة. في المكونات عندي واحد 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل نصف كيلو ديال الدقيق اللي يكون منخول طبعًا. عندي ملعقتين كبيرتين ديال السكر، ملعقة صغيرة ما تكونش عمراء ديال الملح، مع 3 ملاعق كبيرة ديال زيت نباتي، واحد العلبة ديال ياغورت طبيعي ما الوزن ديالها 110 غرامات. غادي نضيف أيضا واحد الكيس ديال سكر الفانيليا مع واحد الكيس ديال خميرة الحلويات. المكونات كاملين بالتدقيق غتلقاوهم في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. صافي غادي نضيف هنا واحد الكأس ديال الماء، ما يكونش دافي بزاف. غادي نبدا نجمع على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف واحد نصف كأس آخر ديال الماء. المهم كأس ونصف اللي كتهز لي هاد العجين ديال الماء، ولكن كنضيفو غير بشوي بشويه حتى كنحصلوا على عجين تكون لينه ولكن ما كتلتصقش في اليدين. واخا كتبان لنا هكا في الاول كتلتصق، غير كندلكوها مزيان واحد المده ديال 5 دقائق حتى كترجع على هذا الشكل، كتكون رطبه وما كتلتصقش في اليدين. كنديرها في بلاصيكه ونخليها ترتاح واحد المده ديال نصف ساعه. في الوقيته باش كترتاح عندنا العجين غادي ندوزو باش نحضروا الحشو ديالنا. عندي هنا 4 تفاحات، الوزن ديالهم كان صغير، بامكانكم ديروا غير 3 او حبتين ديال التفاح اذا كان الوزن ديالهم كبير. صافي غادي نضيف لهم واحد ملعقتين ديال السكر، ملعقه صغيره ديال القرفه، وواحد الملعقه كبيره ديال الزبده، مع واحد الكيس ديال سكر الفانيليا. غادي نضعهم على النار، مع النار تكون قليله. كنبقى نحرك فيهم حتى كيرجعوا لهذا الشكل. في الاخير غادي نضيف لهم 4 معالق تقريبا ديال الكركاع او اي مكسرات كان عندكم، خديتو صهرتو ولا في الفرن عاد هرمشتو. صافي كنضيفوا الحشوه ديالي ونضعها جانبا، ما نضيفوش الكركاع او اي مكسرات حتى كيتبرد عندنا التفاح. صافي هنا العجين ديالي بعد ما ارتاح، لاحظوا معايا كيفاش كترجع على هذا الشكل بحال مدلوكه. كنقسمها على 4 كويرات وغادي نخليهم هكا في البلاطو ديالي، نغطيهم نخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 10 دقائق باش العجينه ديالنا ترتاح وتبدا تعطينا الطوع. صافي هنا كنجيب النشا باش غادي نسرح هاد العجين او الدقيق، المهم متوفر عندكم. صافي غادي نبدا نسرح اول كويره عندي. كيف ما غادي تلاحظوا معايا نحاول ان نسرحها على شكل مستطيل او مربع. هنا كنجيب الزبده ديال التوريق اللي خديتها ذوبتها غير شويه باش ترجع على هذا الشكل، شكل بوماد، وكنبدا ندهن هذا المستطيل ديال العجين ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا كندهن الجوانب وندهن الوسط. ضروري اننا ندهنوا العجين ديالنا مزيان. صافي كنطوي على شكل مسمنه وانا كندهن، يعني كنلف العجين ديالي وكندهن كل مره كندهن باش هكا كنحصلوا على طبقات او كنحصلوا على طرق في العجين ديالنا. صافي في الطريقه سهله وموضحه كيف ما كتلاحظوا معايا وما فيهاش تعقيدات بزاف. صافي هنا كنخلي هاد المسمنه جانبا وكنسرح ايضا العجين الثاني ديالي حتى هو نفس الطريقه، كندهنو مزيان بالزبده وايضا كنوضع فيه هذاك المسمنه الاولى ونرد عليه هكا العجين وكندهن بالزبده جيدا. انا كنجمع وانا كندهن بالزبده باش كيف ما ذكرت نحصلوا على التورق ديالنا. صافي كنجمع الاطراف وكنوضع هاد المربع او هاد المسمنه جانبا، كنغطيها وكنخليها حتى كنكمل المسمنه الاخرى. صافي نبدا بها هي الاولى باش غادي تكون يعني ارتاحت وتعطينا الطوع باش اننا نسرحوها. صافي بالاستعانه بالنشا دائما غادي نسرح العجين ديالي، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، تكون متوسطه. صافي هنا كنزول الجوانب وكنحاول انني نطراسيها باش نحصل على مربعات يكونوا مقادين على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنبدا نعمر الحشو او نعمر عفوا العجين ديالي بالحشو كيف ما كتلاحظوا معايا. ما كنكثرش الحشو باش ما كتخرج لينا من العجين. صافي ونوضعهم في اللاطه ديال الفرن. كيف ما لاحظتوا في الطريقه سهله جدا وبسيطه وكنحصلوا على اروع فطائر. كنوضعهم في اللاطه ديال الفرن وندهنهم مباشره بالبيض اللي يكون او صفار البيض اللي يكون مخلوط مع الحليب. الفرن هنا عندي كيسخن على درجه حراره 200 او 230. فاش كندخل الفطائر ديالي كنخليهم على حراره 230 من الاسفل ومن الاعلى حتى كيبانوا لنا تورقوا ويعني بداو كيدخلهم الطياب. صافي كنقص لهم العافيه وكنخليهم على خاطرهم باش يتقرمشوا ويجونا مرقين من الداخل وياخذوا خاطرهم في الطياب وما يجوناش معجنين من الوسط. هنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما كنخرجهم من الفرن هذا هو الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيرجعوا. كيجوا طايبين مزيان على حقهم او طريقهم، وايضا كيجوا مقرمشين، كيجوا غزالين بزاف كاننا يعني مصايبينهم بالعجين المورق.
وكيف ما لاحظتوا ورقناه بطريقة اللي سهلة جدًا ومبسطة. هنا من بعد ما كيدفاو كندهنهم هكا بشوية ديال العسل أو كنزينهم بشوية ديال لوز إيفيلي. بإمكانكم تزينوهم بأي حاجة كانت عندكم، سواء فيرميسيل ديال الشوكولا أو كاوكاو أو اللي متوفر عندكم واللي كتحبوا. صافي وكنقدمهم كيجيو غزالين بزاف، كيجيو مقرمشين بواحد الطعم ما نعاودش ليكم، بواحد التقرميشة يعني داك التفاح مع داك الكركاع كيعطينا أروع حشو. بساطين بزاف في المكونات وأيضًا في الطريقة. نتمنى أنكم تجربوهم وإن شاء الله ما يبقاوش يخطئكم، وبالصحة والراحة.